العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثري نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، لكن وقبل الاستهلال بالعناوين إليكم هذا التصريح الوارد من وزارة الإعلام. لقد سمع الجميع رد وزارة خارجية دولة قطر على تصريح وزارة الإعلام الصادر في 28 من نوفمبر 2019 الذي يكشف عن جهية قطر وخطة الحرب 2019. ولأن التآمر وبذر الفتن من سمات قطر المعروفة، فإن تصريح النكران لا يدعو للتعجب. النصر للجماهير، وزارة الإعلام 7 من ديسمبر 2019. أما الآن فإلى عناوين الأخبار. تنظيم ورشة عمل للرقابة الغذائية. تعزيز كفاءة المرأة في مندفرة. إشادة بالمشاركة الأكاديمية في ضحية عساعيلة. مقتل 19 مدنيا في قارات جوية على إدلب السورية. أمريكا وإيران تتبادلان السجينين في تعاون نادر. وإلقاء مئات الرحلات الجوية بالأرجنتين. نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل أمس 6 من ديسمبر بأسمرة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لوضع السجل الوطني لنظام الرقابة والقانون الغذائي. وقال وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في الورشة أن الغذاء أساس استمرارية الحياة ومعيشة صحية، ومن المهم وضع النظام الوطني للرقابة ومستويات الغذاء. من جانبه أوضح مندوب منظمة الأغذية والزراعة في إثيوبيا السيد سعيد أبو بكر أن تطوير وتنفيذ نظام الرقابة ومستويات الغذاء أحد أهم مجالات الأمن الغذائي، مؤكدا تقديم منظمة الزراعة والأغذية الدعم في هذا المجال. وقدم مستشار منظمة الأغذية والزراعة البروفيسور مارتين كيمانيا توضيحا موسعا حول تطوير المبادئ العامة للنظام العالمي لرقابة القانون والغذائي، مناديا الدول الأعضاء للعمل بقوة لأهميته الواضحة. وأوضح المدير العام لقسم التشريعات والرقابة في وزارة الصحة السيد تخلا مسقانة في تصريح لوكالة الأنباء بشأن الأوضاع الآنية للنظام الوطني للرقابة والقانون الغذائي، أكد إقامة اللجنة الوطنية للرقابة والقانون الغذائي التي تعمل تحت إشراف وزارة الزراعة عام 2004، ويتطلب المزيد من العمل لتطويره. وقدمت الورشة آراء وتوصيات للدفع بالعملية. وقد أقيم النظام العالمي للرقابة ومستويات الغذاء عام 1962 بمبادرة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، وانضمت إليه إريتريا في عام 1996. ذكر الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقده في 5 و6 من ديسمبر الحالي بمدينة مندفرة بتعزيز الجهود الجارية لرفع كفاءة النسوية. وشددت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفرق في التوضيح الذي قدمته إلى رفع وعي المرأة وتعزيز دور المجتمع المدني لترقية نسبة مساهمة الطالبات من 47% إلى أكثر من 50%، ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، فضلا عن إنقاذ الإناث من أضرار العادات البالية. وأشارت إلى تنظيم دورات مهنية وتأهيلية وحملات توعية مكثفة هذا العام تمثلت في رفع وعي وقدرات المرأة والحد من زواج القاصرات وختان الإناث والوقاية من الأمراض المعدية وكيفية الاستفادة من عنابر انتظار الحوامل. وناقش المشاركون بإسهاب بعد الاستماع إلى التقارير المقدمة من مسؤولات الاتحاد في مديريات الإقليم بالنظر إلى الإيجابيات وجوانب القصور، قدموا آراء وتوصيات بناءة أهمها منح اهتماما أكبر لقضايا الأراضي الزراعية والعمل المنسق لمضاعفة برنامج تعليم الكبار وتعزيز مصادر الدخل الاقتصادي. جهته ذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازين لاتباع المرأة على أعمال مدعومة بالأبحاث لتعزيز إسهامات وتأطير المرأة المرتكزة على الوعي، داعيا إلى العمل المنسق من أجل الشراكة لإنجاح البرامج. تمت الإشادة بالمشاركة الأكاديمية في ضحية عساعيلة بمديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ جعفر صالح أن سكان المنطقة يرسلون أبنائهم إلى المدرسة بفضل التجمع. وأشار الأستاذ جعفر إلى انخفاض نسبة المشاركة النسائية مع تقدم المراحل التعليمية. كما أوضح العيان إلى قوة العلاقة الثلاثية بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ويظهر ذلك جليا في إطار التقدم الأكاديمي المحقق
داعين للعمل المنسق من أجل تعزيز مشاركة الإناث والذين فاتتهم فرص التعليم بأي من الأسباب. يقوم الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية وأعضاء قوات الدفاع في مديرية عبزة بتسيير أنشطة النفير فعالة وواسعة لجمع المحصول. وفق المعلومات التي أدلى بها مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد محفة أرآية، تم حصاد إنتاج وفير هذا العام من مساحة 14,000 هكتار بفضل الخريف الطيب، ولجمع الإنتاج الوفير تجري أنشطة نفير في 22 إدارة ضواحي. مشاهدينا الأفاضل، تتواصل هذه النشرة لكن بعد قليل. وفي الشأن العالمي، قتل 19 مدنيا بينهم 8 أطفال في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ أسابيع تشهد محافظة إدلب التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصف ما أودى بعشرات الأشخاص من المدنيين والمقاتلين. تبادلت الولايات المتحدة وإيران سجينين، وذلك في تعاون نادر بين البلدين الخصمين اللذين ساءت على العلاقات بينهما منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وقال ترامب أن الأمريكي من أصل الصيني شي يو وانغ المحتجز في إيران منذ 3 أعوام بتهم تجسس عاد إلى الولايات المتحدة. كما قال مسؤول إيراني أن الإيراني مسعود سليماني تم الإفراج عنه في وقت سابق في الولايات المتحدة. وقدمت سويسرا التسهيلات الخاصة بتبادل السجنين. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقبل سليماني في زيورخ، التي قالت الوكالة أنها شهدت عملية التبادل. وفي بيان أصدره البيت الأبيض لم يذكر ترامب الإفراج عن سليماني، لكنه شكر الحكومة السويسرية على مساعدتها في التفاوض للإفراج عن وانغ. نظم العاملون بشركة الخطوط الجوية الأرجنتينية وإحدى الشركات التابعة لها إضرابا عن العمل، ما أدى عن إلقاء مئات الرحلات والإضراب بآلاف الركاب. وذكرت وسائل الإعلام أن الإضراب يدوم لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار مطالبة العاملين برفع رواتبهم بنسبة 26% بالتناسب مع نسبة التضخم، مضيفة أن قرابة 4000 راكب تأثروا بالإضراب، فيما ألقيت 400 رحلة جوية بالعاصمة بيونس آيرس. وتسبب الإضراب في إلقاء 23 رحلة جوية و12 رحلة دولية. وانتقد رئيس الخطوط الجوية الأرجنتينية الاتحادات العمالية التي تمثل العاملين، مضيفا أن شركته قد تتخذ خطوات قانونية، ومن المزمع أن تنظم الاتحادات العمالية عددا من الإضرابات المماثلة إذا لم يتم تحقيق مطالب العاملين. مشاهدينا الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في أمان الله.